قتل ضباط السجون والشرطه وما طالبش بدمائهم زي ما بيطالبوا متظاهرين التحرير. ادي واحده. الناحيه الثانيه ودي مهمه جدا، سؤال لازم نساله لنفسينا ونساله برضو احنا ناس مهذبه زي لاخواننا اللي قاعدين في التحرير. سؤال مهم جدا، عاوزين نعرف كم واحد اتقتل من الاخوان، من حركه 6 ابريل، من حركه كفايه. والسؤال دوت لو جاوبوا عليه هنعرف الخطوه الثالثه انا هكلمكم فيها. لو وصلت المعلومات بمين قتل ضباط السجون ومين اللي اتفق على مهاجمة الإقسام وقتل الضباط جوه الإقسام، هنوصل للي قتل متظاهرين التحرير في ميدان التحرير. آخر نقطة عشان ما اطولش على سيادتكم، بيقولوا علينا ثورة مضادة. يعني ايه كلمة ثورة؟ الثورة هي تغيير في نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية زي ما حصل في ثورة يوليو، من ملكية لجمهورية، من رأسمالية لاشتراكية. هم حبوا يثبتوا انها ثورة وطبعا فشلوا، بدليل انهم حطوا ايديهم في ايدين ايران الشيعة، والشعب المصري اهل السنة والارثوذكس اهل مصر يرفضوا الشيعة على طول الخط، واحنا دايما اهل سنة وارثوذكس ايد واحدة. فلازم ننتبه لهذا. فاحنا مش ثوره مضاده، احنا ناس عندنا اصل، ناس بنحترم الكبير، ناس بنحافظ على الجميل، ناس بنقول للرئيس قعدت معانا 30 سنه حكم و32 سنه جهاد عسكري. قولها تاني، قول احنا بنحترم الكبير، لازم يبقى لنا كبير، لازم يبقى لنا كبير، هناخد على قفانا من العالم لما نبقى. فلازم احنا زي ما بقول كده زمان استاذ، احنا مش ثوره مضاده، احنا اتعلمنا ان يبقى لينا كبير. وانا راجل جذور صعيديه، اتعلمت لما الكبير بتاعي يهان يبقى العيله كلها ملهاش لازمه، وعمر ما الشعب المصري ما ليه لازمه. احنا اقوى شعب وانضف ناس وهنفضل هذا. واذا كان اخواننا في التحرير مغيبين بكره هيفهموا، لكن المشكله الوحش على الكل والحلو على الكل، وربنا يولي من يصلح. وشكرا لكم.